يلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أحمد، كيف صيامك اليوم؟ اقسم بالله العظيم ما حسيت. هيك وصلنا البيت، يعطيها العافية قلوقتنا. نسبة انا ما صحرت اساسا نسبة الجوع، نسيت ارجع اكل. عن جد بشهي والواحد صايم. وبهيك خلصنا، نشوف النتيجة. يلا نسمي بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد صباحكم أحلى متابعين، صباح أول يوم في رمضان. طبعا بنبلش نحط الأجهزة تشحن. هذا جهاز بنشحنه نكون ضاويين فيه، بس يا خسارة انكسر، وقع من الطابق هذا للطابق الأرضي، بطل يشحن زي قبل. حطهم بالشمس يشحنوا. شدها غريبة، مش راضي يشتغل. والله شكله خرب الجهاز مع انه شحن بعد ما انكسر. ايش هذا؟ يا ساتر، ايش هذا الوعد؟ هذا الحيطة، الحيطان بتقع ما هي. يلا كأنه حد محدفنا بحجار. نشوف كيف الأجواء برا. الحمد لله الجو حلو اليوم، إن شاء الله نهارنا سعيد بيكون بأول يوم برمضان، وربنا إن شاء الله المستعان. طبعا لقيت أحمد ومحمد طالعين، الله يسهل طريقهم. ولقيت أبو غسان متنشط برضه، مش عارفة إيش جايب لي دجاج، بس مش عارفة إيش أعمله. جايب بصل، بطاطا، باذنجان، شكله بده مقلوبة. طبعا حاضطر اسيب الاشياء هاي على جنب، لانه طرق لي مشوار ضروري. سوسن مسكينة طحنتها طول الليل ما نامت منها، وحضطر اخدها على دكتور الاسنان. بس انا بعرف يعني كنا نسمع انه دكتور الاسنان شو اسمه هذا بفطر، فمضطرة اني اروح. احكولنا انتو هل اللي بروح على دكتور الاسنان بالنهار بشهر رمضان بفطر او لا؟ فحضطر اروح انا وياها يعني. بس حرتب البيت شوي لاني امبارح جبت الاغراض وما رتبتهم. خليكم معايا. حرتب هاي شوية سكاكين، جبت هدول علب مربع عشان احطهم فيها. طبعا هم كانوا قبل هيك بالدرج هذا وعايمين، بس هيك شوفوا كيف صاروا محلاهم. خليهم عندي جنب الغاز هيك ارتب. يعني الواحد بياخد الاشي على طول بدل ما يقعد ساعة يدور عليه. هيك عن جد طلعوا ارتب واحلى. حورجيكم شغلة تانية عملها ابو غسان لشهر رمضان. ما شاء الله المخللات، احنا ما بنحب نشتري اشي من السوق. امبارح اضطرينا يعني انا وسوسن، هيك المنظر كان بشهي فاضطرينا ان نجيب. هذا هو عمله قبل باسبوع. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، وريحته حلوة بتشهي. هو بحط عليه مش صبغة، هادي بنجر، بحط عليه بنجر. وين قطع البنجر؟ هي قطع البنجر مسبوغة نفس قطع اللفت. هاي قطع بنجر. وهذا كمان ليمون مكبوس، يعني أوفر وأنظف كمان. عن جد بشهي والواحد صايم. وبهيك رتبت أموري وزبطت. وهذا مية بعبيه، شايفين كيف؟ يعني سهل الاستعمال، إنه ماسورة وهيك بس يكون فيش موجود عندنا مية. وحورجيكم كيف رتبت هنا البرسلان. للأسف عشان عتمة وفيش كهرباء الصور مش واضحة. هذا البرسلان أنا هيك رتبته، عملت له زاوية لوحده. هذا اللي بدي أشتغل فيه يعني وأرسم فيه، يعني مش هلا إن شاء الله لو حدا طلب مثلا ورجعت فعال صفحتي حشتغل عليه. برضو لاني هيك طالع، هدول حكولي انهم كبار كتير ومالهم مش لازمة، بس يعني هيك مخسر، فحضطر ابدلهم
واجيب اشياء تانية، لانه امبارح والله ما عرفت كان ازدحام كتير وروحت بسرعة اساسا انزلكم الفيديو، بس بدي اضطر ابدل هدول. هيك عن جد هم بالصورة مبينين صغار بس كبار كتير، مش عارفة انا لإيش جايباهم. هجيب اشي يعني يفيدني اكتر. هي للأسف لقيت الجهاز مش راضي يشحن، هو لما وقع انقطعوا الأسلاك، فأنا بدي اضطر أفكه وأشوف إيش المشكلة. إن شاء الله بيشتغل، خليكم معايا وإن شاء الله بشوف لو شغل. هاي عطول مجرد ما بحطها هنا بتشحن على الشمس. وبهيك خلصنا، نشوف النتيجة. يلا نسمي بسم الله مع بعض. لو بيشتغل حيضوى عطول. شوف كيف، اوه زبط. ضوى الجهاز ما شاء الله. بس بدي تيب ألزقه. هذا هو على فكرة، أنا كمان لما وقع كمان أنا اللي صلحته، قصيت كابل من كابل وزبطته. بحب الأشياء هذه، يعني هذه انكسرت جواتها خربت، رحت جبت سلك تاني وشبكته ووصلة تانية، وهي الحمد لله زبطت. خليه يشحن. طبعا انا بعد ما خلصت تعزيل وضب المطبخ حتيجي فقرة اللي هو قراءة القرآن، صلاة الظهر لانه الظهر اذن، وبعد هيك ان شاء الله حطلع انا وسوسن على دكتور الاسنان. طبعا الشغل التاني كنيس ومسيح هذا بسيبه يعني على الاء وجيهان. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي نقرأ قرآن ونتسهل ان شاء الله، ربنا يسهل امورنا يا رب. هاي جيهان يعطيها العافية تفاجأت من الحجارة. الله يعافيك، كل عام وانتم بخير، أحلى متابعين. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. يا رب. مريضة هي جيهان، صحيت إلي واحدة أسنان وواحدة فلونزا الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وأحلى متابعين، وكل عام وأنتم بخير. هيك هينا نازلين على دكتور الأسنان. خلصنا من دكتور الأسنان، المشكلة الساعة 4، فيش وقت إني أطبخ. حكيت لجيهان وآلاء يحضروا الأغراض المقلوبة بس أروح. هيك وصلنا البيت، يعطيها العافية قلوقتنا. لقيتهم بجهزوا بالبطاطا. وقفتنا اليوم مقلوبة، طبعا أول يوم رمضان لازم يا ملوخية يا مقلوبة، بس فيش ملوخية. وهاي جيهان برضو يعطيها العافية، الله يعافيك يا رب. وتقطع البتنجان. الساعة 4 صارت وزيادة كمان، تأخرنا كتير عند دكتور الأسنان. مش كمان هنا وبدي أنظف لسه الجاز. الله إن شاء الله بنسرع. وجبت بدلت هدول بدل الأبيض البلاستيك اللي شفتوه كتير، وطبعا امبارح أنا كنت شارية هدول، فهيك صاروا طقم يعني حلوين زي ما حكت سوسة. لو بدنا هيك للشوربة للأرز لأي إشي. صار معنا مش لاحقين، ضايل يا جماعة متأخرين كتير، مش ضايل إشي للأذان 40 دقيقة ولسه هلقيت علقت الجج على الغاز، والمشكلة عين واحدة. دايما إحنا متأخرين. عين واحد عشان هيك. هاي الغاز طبعا عين واحدة، يعني لسه لو بدي أحطها يعني الرز مش إحنا المتأخرين، هي اللي أخرت. وأعمل المقلوبة كمان بدها ساعة، يعني اليوم يمكن هاي ما شاء الله، يعني يمكن اليوم وين أفطر يا آلاء؟ فطار أخوي أبو محمد بالشارع حنفطر. ادعوا لنا. والله المغرب قرب يأذن والأكل لسه على النار، بس يعني جهزنا. وهي فانوس سوسن. لسه طبعا ما في إضاءة بس شوفوا هنا ضويناها شوي. الأجواء جميلة. يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتهم اجوا، يا رب يكون مستوى الرز. ضايل 3 دقايق. اجا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل شوي ايش؟ كل عام وانت بخير يا متابعين. قديش نسبة الجوع؟
نسبة انا ما صحرتش اصلا نسبة الجوع، نسيت ارجعك وليش تخليني نايم. صحيناك وقلت لي انك اكلت. اجت انا جيت وجبت الكهرباء. المهم الاكل لسه على الغاز. اي لا ايش لك احسه محشي مقلوبه. ممتاز. اصلا كل غز اول يوم ثمان ايام مقلوبه يا ملوخيه للعلم يعني ما عندوش علم. زي ما حكيت. والله متابعين متنا من الجوع صراحه، بس الحمد لله انا ما طشتش. الحمد لله. وكيف وضع احمد؟ واحمد برضه ما حسش، بقول لك والله الشغل جانا من الله ولا حسينا برمضان. الحمد لله. والله من فضل ربنا. الله اكبر الله. احمد وابوه تاخروا لسه الاكل على الغاز، صوت الاذان بده أدى. بس يا محمد اطر لك امر. هو اول يوم دائما بصير هيك يعني في الكل مش بس فينا. عشان نتعلم. تتعلمي؟ نبلش نفوت المطبخ من الساعة 2. بس لا ان شاء الله على طول بكون على الساعة بالضبط. انا سامعة صوت اذان. عزيز الله اكبر، اذن الاذان. اشربوا مية. اكلنا على الغاز الحمد لله. بدي اروح اشوفه، يمكن ما نلحقش نصور لكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله يا صوت الأذان. أحسن إشي إنه محمد كسب الصلاة قبل الأكل. أحمد كيف صيامك اليوم؟ اقسم بالله العظيم ما حسيت فيه. ما شاء الله نصيبك. شوف ما شاء الله. يلا بدي أقلبها. خذ. صوم مقبولا وافطارا شهيا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي المقلوبة على اصولها. ايش بتقولوا؟ طبعا احنا قاعدين ناكل تمر على الشمس. طبعا أذنوا ولسه احنا ما اكلناش لانهم متاخرين في الاكل صح؟ وبهيك بدنا ننهي الفيديو. خلصنا ترتيب وتعزيل وتنظيف وصلينا صلاة المغرب وصلاة العشاء. الآن بدنا نصليها ونتروح إن شاء الله. وبدنا منكم تفاعل كبير على هذا الفيديو لحتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب وتتفاعلوا مع القناة. مع السلامة.